أتراها ستكون محطة أرسنال نقطة ختام لمسلسل طالت حلقاته، والذي حمل عنوان رياض محرز بين كر البقاء وفر العروض المتهاطلة عليه من كبرى أندية القارة العجوز تتقدمها عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز. صاحب 25 ربيعا والذي فتحت له أبواب المجد على مصراعيها من حيث لم يحتسب، والفضل يعود إلى ناديه الحالي ليستر سيتي الذي توج معه بلقب البريمير ليج، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الثعالب بعدما آمنت إدارة هذا الأخير في قدرات ابن مدينة سارسيل الفرنسية ميلادا وتلمسان الجزائرية أصولا. محرز ببنيته الجسدية النحيلة والعابث بدفاعات كبار الأندية الإنجليزية وأشدها وطأة على من تسول له نفسه تجاوزها، فعل ذلك مع سبق الإصرار والترصد، ترصد جاءه هذه المرة من حيث كان متوقعا، منها ما كان بصورة جدية وأخرى لمجرد جس نبض كبرشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وحتى من فريق عاصمة الأنوار البي اس جي، لتأتي خاتمة محاولات كسب ود محرز من شمال العاصمة الإنجليزية لندن موقعا باسم أرسنال، وفق ما كشفت عليه عديد الصحف البريطانية وكذا المواقع الرياضية. سعادة كلاوديو رانييري بامتثال ابنه البار لرغبة أنصار ليستر سيتي بالبقاء يبدو أنها لم ولن تعمر طويلا، فللصبر على مغريات عرض المدفعجية البالغ 50 مليون يورو له حدود، ومراحل متوسط ميدان الدول الفرنسي نغولو كونتي ببعيد، والقائمة مفتوحة على كل الاحتمالات في قادم الأيام.